اسعد الله اوقاتكم اعزائي متابعي ومشاهدي قناه الاهلي الرياضيه. معلقكم الرياضي محمد رمضان يحييكم ويسعدني نكون مع حضراتكم للتعليق على واحده من لقاءات المجموعه الثانيه، او نقدر نقول اللقاء المقدم من الاسبوع التاسع. الزمالك المتصدر ومنفرد بالصداره لوحده في المركز الاول في مواجهه طلائع الجيش صاحب المركز الخامس. الزمالك بيدخل اللقاء ب 18 نقطه وطلائع الجيش في المركز الخامس برصيد 8 نقاط. لقاء بيقام على ملعب الكليه الحربيه، دي كابتن عماد سليمان وكابتن احمد العجوز وكابتن عبد الناصر محمد الجهاز الفني لطلائع الجيش بيتابع اللقاء. طبعا لقاء مهم، عايزين يستكملوا الانتصارات من الاسبوع السابع، كانوا حققوا فوز على المقاولين العرب في مواجهه المتصدر منفرد المجموعه نادي الزمالك. تشكيله النهارده طلائع الجيش، لكن بعد الدقيقه الحداد نقول لحضراتكم تشكيل الفرقتين. انتهت الدقيقة الحداد، وزي ما بقول لحضراتكم اللقاء النهارده هو لقاء نادي الزمالك. هنبدأ بتشكيلة الزمالك صاحب ال 18 نقطة المركز الأول أحمد الشناوي حراسة المرمى، 4 في خط الظهر محمود فتح الله وصلاح سليمان في القلب، على يمينهم أحمد سميرة، على شمالهم محمد عبد الشافي، 4 في خط النص إبراهيم صلاح وجنبه أحمد توفيق، على يمينهم حازم او على شمالهم حازم امام وعلى يمينهم احمد عيد عبد الملك، والقوة الهجومية أحمد حسن وبجواره أحمد جعفر. أما النهارده عماد السيد هو اللي هيكون في حراسه مرمى طلائع الجيش. تشكيله الجيش رباعي خط الظهر هاني سيد واسلام جمال في القلب، على يمينهم جمعه مشهور، على شمالهم احمد عبد العزيز، 3 في خط الوسط ايهاب المحص ومحمد الحنفي واسلام كمال، وايمن الحفني هيكون راس المثلث الهجومي، من تحت احمد القطاوي وصلاح امين. محمد الصباحي قدامنا اهو قدام حضراتكم النهارده حكم اللقاء، بيعاونوا احمد حلمي مساعد حكم اول، واسلام ابو العز واسامه العارف الحكم الرابع. ضربه البدايه مع نادي الزمالك اللي النهارده بقول لحضراتكم بيبدا اللقاء واحده من افتتاحيه لقاءات الاسبوع التاسع في مواجهه طلائع الجيش. ان الزمالك عنده مشاركات، عشان كده تقدم له اللقاء مشاركاته الافريقيه ولقاء العوده مع فيتا كلوب. الاسبوع السابع الزمالك كان باي او مريح ما شاركش، عشان كده الاسبوع الثامن لسه بقى نشوف الزمالك هو كان صاحب الارض، انما النهارده صاحب الارض هو طلائع الجيش. عشان كده شايفين الزمالك لابس التيشيرت الثانيه، او فريق بقى اللي بيلبسوا قوي او خارج الارض اللون الفوشيا نادي الزمالك. كره طوليه من فتح الله، استلام على طول من احمد توفيق، في اليمين يسلم احمد سمير. لسه النقلات الزملكاويه النهارده الشناوي واحمد توفيق اول مره واول مشاركه مع نادي الزمالك. ادي العرضيه عند جعفر، يشيل من قلب هاني سيد، لسه الضغط الزملكاوي، الكره على طول ترجع لسه على الارض تاني، هات وخد واحده في القلب، لكن يشيل اسلام جمال، ترجع دربكه في دفاع الطلائع، مخطوفه ابراهيم صلاح، موه يحطها لجعفر، تسديد يا خبر ابيض، كان جون بعد دقيقه ممكن نقول، لكن تمر لخارج الملعب وتبقى ضربه مرمى لمصلحه طلائع الجيش. ادي احمد حسن حطها حلوه مباشره على طول من فوق المقص اليمين، تمر وتعدي. ادي الانطلاقه ابراهيم صلاح، يا سلام، موه كويس قوي وسندها لاحمد حسن، حاططها ايه الراجل عماد السيد اتفرج عليها زينا تمام. وادي الكره ترجع على طول رايحه لخارج الملعب، تبقى ضربه مرمى. الزمالك لعب 6 لقاءات فاز في ال6، ما عرفش لحد دلوقتي طريق التعادل او الخساره، ليه 14 جون وعليه 4 و18 نقطه. طلائع الجيش لعب 6، عنده توازن في كل حاجه. طلائع الجيش اتعادل 2 خسر 2 كسب 2 ليه 6 جوال وعليه 5، وعنده 8 نقط، يمكن في قلب المجموعه او في وسط المجموعه بالتمام في المركز الخامس. محمود فتح الله على ارض نص ملعب نادي الزمالك، يسلم لصلاح سليمان، صلاح بيستلم يرجع بيها تاني لفتح الله، الضغط هنا من الطاوي وصلاح امين. الطاوي ده كان احد ناشئي الزمالك، خطر جدا من الشناوي وضغط صلاح امين، فروه خطر، لازم تحطوا عينكم على صلاح امين ده، يعني الراجل دائما ما بيتميز صلاح امين بالتسديد في مرمى نادي الزمالك في كل اللقاءات اللي جمعت بينهم. 39 هدف جه في لقاءات الفرقتين منذ موسم 2004 2005 حتى الان. مع اول توقف نقول لحضراتكم ادي هاني سيد في اللعبه اللي فاتت، دي كره الشناوي يا راجل، هنا الشناوي بثقه زياده قوي، لكن صلاح سليمان يلحق قبل الطاوي ويشتت على طول. الكره ترجع تاني، استلام من احمد توفيق في نص ملعب طلائع الجيش، هجمه زملكاويه على ارض لابراهيم صلاح، لسه الكره ماشيه توصل على طول عند سمير، لسه سمير يلعب العرضيه على طول داخل المنطقه، تشتيت من هاني سيد، ترجع تاني احمد عبد العزيز براسيه بنص ملعب الطلائع، يجيبها الزمالك تاني ابراهيم صلاح،
ابراهيم يسلم لاحمد توفيق في الشمال على طول، يحط واحده عند عبد الشافي. لكن النهارده محمد ابراهيم مش بادئ، عمر جابر مش بادئ، نور السيد مش بادئ. مش عارفين بقى فكر فييرا ايه النهارده. ادي ابراهيم صلاح يسلم لاحمد توفيق في الشمال على طول لعبد الشافي على الارض، هات وخد مع عيد عبد الملك. عبد الشافي بيحاول يلحق اما تطلع عبد الشافي، لسه الكره تاني هات وخد مع عيد عبد الملك لكن لخارج الملعب، وهتبقى تماس لمصلحه طلائع الجيش. ادي عبد الشافي ليه هدفين مع نادي الزمالك في الست لقاءات اللي لعبهم نادي الزمالك لحد دلوقتي. جمعه مشهور كابتن فريق الطلائع هيلعب التماس لطلائع الجيش. لسه جمعه بيشوف هيلعب لمين. على طول ترجع من الحنفي، ترجع على طول الكره عند عماد السيد. عماد في الشمال يحط لاحمد عبد العزيز. عبد العزيز لسه بيشوف هيحط لمين، حطها طوليه واحده لصلاح امين، حلوه اللمسه احلى على طول. هنا قطاوي عايز يروح بيها لكن تطول وتوصل لاحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك. الشناوي اول لقاء ليه مع الزمالك بقى في بطوله الدوري، بقول لحضراتكم كان عنده اصابه وغايب بقى له فتره. يلعب لصلاح سليمان على الارض لابراهيم صلاح اللي صاعد تستلم عشان يبدا هجمه نادي الزمالك. لصلاح لابراهيم لاحمد توفيق، لسه النقلات الزملكاويه بس الطلائع ضاغط بطول الملعب. دايما بقى بنشوف نديه في لقاءات الزمالك والطلائع. الزمالك فاز في 6 لقاءات على طلائع الجيش، والجيش فاز في 4 وتعادلوا في 4، مجموع 15 لقاء جمع الفرقتين. حتى اللقاء ده عيد عبد الملك عايز يعدي بس تطول منه لخارج الملعب، تماس لمصلحه طلائع الجيش. الكرة كان فيها احتكاك الكرة اللي فاتت كده، ومحمد الصباح حكم اللقاء على طول بيقوم لاعب نادي الزمالك في الكرة اللي فاتت اللي كان وقع. الكرة طلعت من عيد عبد الملك، مش عارفين بيعترض عليه عيد عبد الملك. ادي احمد عيد قدامنا، تتلعب الكرة الطولية على طول في نص ملعب نادي الزمالك. صلاح سليمان اقرب لوحده تماما، صلاح ياخدها. صلاح يحط على محمود فتح الله على حدود منطقه جزاء نادي الزمالك. فتح الله على طول في قلب الملعب لاحمد توفيق، والدفعه من احمد عبد العزيز، وهتبقى ضربه حره لمصلحه ده حازم امام، هو اللي بياخد الضربه الحره لنادي الزمالك. انضم من القلب حازم امام عشان كده خد ضربه حره اهو، كان مكمل معاه احمد عبد العزيز جاي من الشمال وراه في كل مكان بقى ورا حازم. ضربه حره لنادي الزمالك. داخلين على الدقيقه 6 من بدايه اللقاء، تعادل بدون اهداف الزمالك وطلائع الجيش. واحده طويله على طول من جمعه مشهور يشيل لخارج الملعب، تماس لمصلحه الطلائع. عبد الشافي هيلعب التماس الزملكاوي. لسه محمد عبد الشافي يلعبها داخل المنطقه لجعفر. احمد جعفر على الارض لعيد عبد الملك، ترجع تاني الكره لكن هنا الكره تقف ويجيبها دفاع الطلائع، وعيد يضغط. لسه الكره على طول تتشال، واحده طوليه من جمعه مشهور، يرد محمود فتح الله في قلب الملعب. الرأسيه هنا على طول في اتجاه صلاح امين وصلاح سليمان، لكن صلاح يغطي على طول ويلعب واحده لفتح الله. فتح الله لعبد الشافي. عبد الشافي في قلب الملعب، تعدي ابراهيم صلاح وتلاقي على طول هنا ايمن حفني. ايمن لقطاوي يا راجل، استعجل فيها قطاوي لكن الصباحي بيصفر، شكلها ضربه حره بالفعل لمصلحه طلائع الجيش. هنا هو محمد الصباحي. هنشوف بقى مين اللي وقع على ارضيه الملعب من طلائع الجيش. ادي ايمن حفني، ده كانت التسديده من مين؟ من صلاح امين، بس مش عارفين بقى العرقله كده كانت لمين. صلاح امين هنا سند وسدد على طول، ده هنا اللي وقع كان شكله ايهاب المحص في الكره اللي فاتت مع احمد توفيق. وادي صلاح امين ومحمد الصباحي والاعاده للعبه. محمد الحنفي لاعب اتحاد الشرطه اللي انتقل لصفوف الطلائع من الموسم الماضي قدامنا في الكادر. وادي الشناوي. الصباحي بيرجع الحته المسافه القانونيه. وادي الاخطاء قدامنا بتظهر على طول، خطأ اللي على الطلائع وخطأ على نادي الزمالك. وادي الحيطه وفييرا بيتكلم من المنطقه الفنيه بره، مسافه بعيده قوي. الضربه الحره يمكن على بعد حوالي 40 يارده من مرمى الشناوي. صلاح امين من مسافه بعيده تخبط في الحيطه وتغير اتجاهها لكن تطلع لخارج الملعب، وهتبقى ضربه ركنيه لمصلحه طلائع الجيش. اول ضربه ركنيه للطلائع. ادي هنا اسلام كمال كان بيحاول يلحق الكره لكن طولت وخرجت لخارج الملعب. الشناوي بيوقف دفاع الزمالك او بيمسك بقى مهاجمي الطلائع اللي طالعين.
وادي قطاوي هيلعب الضربه الركنيه لطلائع الجيش. اول مواسمه مع الطلائع احمد القطاوي يلعبها على القريبه، هنا تعلى على طول الرأسيه من المحص، لكن تروح سهله في ايد احمد الشناوي. ايه الشناوي يلعب في اليمين عند احمد سمير، استلام من سمير، ماشي احمد سمير يحط واحده طويله سمير على طول في المساحه، لكن هنا حازم امام متسلل وتبقى رايه وصفاره تسلل لمصلحه طلائع الجيش. ادي الاجهزه اهي اللي بقى مساعد الحكم الثاني لابسها اسلام ابو العز طاقم التحكيم النهارده. كويس والله، بنشوف بقى الحاجات اللي بنشوفها في الملاعب الاوروبيه بقى لنا كذا سنه وصلت لنا. وادي عماد سليمان المدير الفني للطلائع، ضربه حره غير مباشره لمصلحه طلائع الجيش، التسلل على حازم امام. وادي فيرا على طول قايم بيتكلم من بدري الراجل. تجربه مفيده زي ما كان بيقول، استعداد للقاء فيتا كلوب او لقاء العوده اللي كان الزمالك هنا فاز بهدف للا شيء جابه احمد جعفر في بدايه المشوار بقى الافريقي ودور ال 32 لدوري رابطه الابطال. الزمالك هيكون عنده لقاء العوده مع فيتا كلوب ان شاء الله، لكن عشان كده النهارده شايف فييرا ان ده تجربه كويسه او تجربه مفيده. ادي هنا العرقله لاحمد توفيق والاعاده للعبه والضربه الحره في نص ملعب طلائع الجيش. تمس نادي الزمالك، جاي يلعبها عبد الشافي، لسه محمد عبد الشافي هيلعب التمس نادي الزمالك، تتلعب داخل المنطقه جعفر وتعلى من هاني سيد، ترجع تاني راسيه جعفر وهاني، جعفر يعليها واحمد حسن، تشتيت هنا على طول من اسلام جمال لكن تعلى وتروح الكره يلحق على طول هنا بمهاره على طول القطاوي وياخدها. ماشي احمد القطاوي ماشي بيكسب ارض، يحط هات وخد هنا مع حفني لكن مضغوط على صلاح امين على صلاح سليمان، لسه صلاح وصلاح لكن في النهايه ضربه حره لمصلحه صلاح سليمان. تتلعب على طول نادي الزمالك طوليه، الاستلام من احمد حسن، حلوه الفكره بيحطها عيد عبد الملك بيقطع، لكن جمعه مشهور عامل التغطيه العكسيه على طول ويشيل ويعلي بنص الملعب. ترجع تاني في نص ملعب الزمالك حفني، لكن صلاح سليمان يشيل لخارج الملعب، تبقى تماس لمصلحه طلائع الجيش. اول لقاء يمكن نشوفه كده بقى على ملعب الكليه الحربيه الموسم ده، لقاءات كلها بنشوفها في ملعب الدفاع الجوي. احمد عبد العزيز وتماس طلائع الجيش يلعب التماس عند حفني، تتشال على طول من دفاع نادي الزمالك وطويله في اتجاه عماد السيد. عماد يطلع على طول ويسلم في اليمين لجمعه مشهور، جمعه يلحق قبل التماس ويطول واحده في نص ملعب الزمالك. فتح الله يلحق وصلاح امين بيضغط وعلى طول السباحي صح، ضربه حره غير مباشره مظبوط تمام. مكمل صلاح امين، بصوا حضراتكم اهي هو فعلا ما لمسوش بس كتم الكوره صلاح امين، تبقى ضربه حره لمصلحه محمود فتح الله. 5 اخطاء على الجيش مقابل خطا وحيد على الزمالك. تتلعب لصلاح سليمان في اليمين، يسلم لابراهيم صلاح، ابراهيم على الارض يحط على طول واحده عند حازم امام، حازم لكن عايز يعدي ومقطوعه على طول من المحص لطلائع الجيش، المحص يحطها طوليه ايمن حفني وراجع حازم يجيبها تاني لنادي الزمالك، حازم وايمن على الارض لصلاح سليمان، صلاح يفتح لفتح الله، فتح الله في الشمال لعبد الشافي، عماد سليمان المدير الفني لطلائع الجيش مقفل الملعب على نادي الزمالك تماما وماسك كل مفاتيح لعب الزمالك النهارده. بص حضراتكم الجيش بيضغط منين؟ بيضغط من نص ملعب الزمالك عشان مش كده مش مدي المساحات للعيبه الزمالك لحد دلوقتي. ادي احمد حسن صاعد بيستلم وعايز يعدي واسلام جمال معاه، لكن ضربه حره لمصلحه نادي الزمالك واحمد حسن. ادي اسلام كمال مكمل في اللعبه والضربه الحره، عبد الشافي على الارض العيد عبد الملك، احمد عيد دخل للزحمه تاني، عيد لسه زنق نفسه في زحمه، عيد ماشي بعرض الملعب يحط واحده على طول على الارض عند حازم امام لاحمد سمير لابراهيم صلاح، ابراهيم لعيد عبد الملك ضاغط مع محمد الحنفي، عيد يسقط واحده حلوه لحازم على مره واحده العرضيه مما قابل ما تلاقيش على طول هنا غير هاني سيد يشيل لخارج الملعب علشان تبقى تماس لمصلحه نادي الزمالك. احمد سمير هيلعب التماس الزملكاوي على طول، سمير يلعبها داخل المنطقه على صدره، جعفر بيستلم يطلع بيها خارج المنطقه لحازم امام، حازم يحط على طول ابراهيم صلاح، ابراهيم واحده عند توفيق، احمد توفيق ده عبد الشافي هو اللي بيستلم يحط واحده طويله اطول من اللازم والخارج الملعب عشان تبقى ضربه مرمى لمصلحه طلائع الجيش. ادي حازم واحمد سمير عاملين الجبهه، عماد السيد كان برضه من ناشئي نادي الزمالك وكان متصعد مع الفريق الاول قبل ما يتنقل بقى لطلائع الجيش، بقى له موسمين مع الطلائع وده الموسم الثالث. عماد السيد وضربه المرمى
هيلعبها لطلائع الجيش. لقاء هادي، لو شفنا هدف هيحل شكل اللقاء، هيغير الاداء، هنبدا نشوف مساحات في الملعب. لكن لحد دلوقتي نحس كده الفرقتين كل فرقه مقفله على الثانيه، عشان كده مش شايفين لحد دلوقتي خطوره على المرميين، لا مرمى الشناوي ولا مرمى عماد السيد. تماس تاني لمصلحه الطلائع، ودي اسلام ابو العز اللي ماسك فراوده الزمالك في الشوط الاول. احمد عبد العزيز يلعب التماس لطلائع الجيش. دايما حفني، لو اشتغل حفني ده هيشغل طلائع الجيش، بس لو اتثبت له المساحه برضه. ادي تماس تاني ايمن حفني قدامنا في الكادر، ومعاه ابراهيم صلاح. طبعا عارفين خطوره ايمن حفني، لعيب مهاري ومن انصاف فرص ممكن يعمل خطوره على مرمى نادي الزمالك. ادي حفني يضغط يرجع تاني ياخدها قطاوي، لسه قطاوي ولا صلاح امين، وفي النهايه الدفعه من ابراهيم صلاح وضربه حره مصلحه طلائع الجيش. ده هو فعلا قطاوي، ولد صغير وسريع ومشاكس قطاوي، وبياخد الفرصه السنه دي مع الطلائع اهو، ماشي قطاوي كويس وعايز يروح. لكن الدفعه من ابراهيم صلاح لازم بقى يا جماعه نبطل بقى اشاره اللعيب لما يقع يشاور الحكم بالقرار. ادي الكره الطوليه فيها رايه المره دي على طول من احمد حلمي، وتبقى تسلل لمصلحه نادي الزمالك. ادي الكره اهي اتلعبت فعلا متسلل صح، فيها قطاوي اتلعبت له الكره، لكن هنا كان سابق رايه مظبوطه من احمد حلمي. ودي اسلام جمال قدامنا. الشناوي على الارض يسلم لصلاح سليمان، بيوسع على نفسه وماشي صلاح. شوفوا حضراتكم ضغط الجيش منين، من بدري قوي على نادي الزمالك عشان ما يديش الفرصه لابراهيم صلاح ولا لاحمد توفيق ولا عيد عبد الملك بقى يعملوا الشغل والتحضير. ادي الكره على طول، بصوا ضغط على عيد وخدها، وخد ضربه حره على طول طلع الجيش. جمعه مشهور يسلم للمحص، ايهاب المحص على الارض للحنفي، لجمعه مشهور في مساحات ضيقه على طول تتحط للمحص. دخل في الزحمه المحص كان حطها طويله، استلم اسلام جمال يتزحلق يشيل فتح الله على طول، واحده مرتده في اتجاه احمد حسن والمحص. هنا الدفعه من احمد حسن وضربه حره لمصلحه طلائع الجيش. محمد الصباحي قريب من كل لعبه. شوفوا حضراتكم اهو، ده مش المحص بقى، ده اسلام جمال هو اللي حط جسمه. يمكن الفرقتين برضو الارقام مش واضحه، احنا بناخد لعيبه بالستايل. نادي الزمالك لون التيشيرت فاقع شويه عشان كده الارقام مش باينه، وطلائع الجيش برضو الارقام مع اللون الاحمر مش واضحه لنا، عشان كده عارفين اللعيبه بالستايل بتاعها. ربع ساعه تعادل بدون اهداف، طلائع الجيش ونادي الزمالك، والكره تروح على طول طويله عند احمد الشناوي. ما لم يختبر في ولا لعب الا الكره الوحيده اللي جات له الشناوي كده كان بثقه زياده عايز يعدي بيها، وصلاح سليمان انقذ الموقف. واحده طويله توصل عند احمد حسن بباكورد يحط العيد عبد الملك، عيد يسقطها مين مقابل، وادي التشتيت تسقط احمد حسن يا راجل لسه بيقف جول. احمد حسن بخبره السنين على طول يسند لنفسه، وعلى يمين عماد السيد ويقول له هدي يا عم عماد من جوه، وعلى طول الاول لنادي الزمالك في الدقيقه 16 احمد حسن. هدف بعد الكره ما قلنا خلاص، لكن التشتيت من دفاع الطلائع. هنتابع طبعا التحليل اكتر واكتر مع ملعب الاهلي. كابتن محمد الليثي يضيفوا الكبار الدكتور طه اسماعيل وكابتن طه بصري وكابتن زكي ناصر. بص حضراتكم هنا التشتيت متصلحه لاحمد حسن، وقفها كويس الراجل وسط اربعه، حطها على عماد السيد اللي ما يسالش عنها تماما لانه اكيد مش شايفها من الزحمه اللي قدامه الراجل. واول اهداف اللقاء لنادي الزمالك واحمد حسن. ادي الهدف اهو على طول بتتعاد اكتر من مره. تاني اهداف احمد حسن بقى مع الزمالك، جاب هدف في لقاء جازلي في دوري الابطال، ودي اول هدف في الدوري. هنا الاستلام اهو، بصوا حضراتكم المحص وهاني سيد واكتر من لاعب ضاغط، لكن على طول على يمين عماد السيد عشان يبقى اول اهداف اللقاء. شكل اللقاء هيختلف، الجيش هيبدا يفك شويه، هيبدا بقى يتحرك ويشيل شويه بقى الخوف اللي موجود جوه لعيبه الجيش. هنشوف ادي صلاح سليمان يشتت، ترجع لمحمد الحنفي في اليمين لجمعه مشهور. ادي النتيجه قدامنا، احمد حسن اول اهداف اللقاء. ترجع الكره ودربكه على طول جمعه مشهور تاني للطلائع. هل يا ترى الجيش بقى هو اللي هيفتح المساحات ويبدا الزمالك يستغلها، ولا ممكن الجيش يتعادل؟ هنشوف. ادي الكره ابراهيم صلاح على ارض صلاح سليمان، الطوي بيضغط على الشناوي يشيل على طول الشناوي، واحده طويله بنص ملعب الطلائع جعفر واسلام جمال، لكن المره دي اسلام يرد في قلب الملعب. ترجع الكره على طول عند جمعه مشهور، جمعه على الارض يسلم واحده عند ايهاب المحص، اي حاجه ياخدها ابراهيم صلاح للزمالك، هاتوا خد محازن ابراهيم يا سلام يا ابني لجعفر، لكن اتاخر هنا جعفر سند واستلم، رجع ابراهيم جابها تاني. حلوه الفكره من احمد حسن، لكن فين؟ فوق والخارج الملعب، ضربه مرمى لمصلحه عماد السيد. ادي احمد حسن، خبره كبيره احمد حسن طبعا،
شوفوا حضراتكم هنا ابراهيم صلاح الراجل خدها صح قوي، لكن هنا ما لفش وسطه للاخر، عشان كده تعلى وتمر خارج الملعب ضربه مرمى، بس الفكر صح. عماد السيد يلعب ضربه المرمى على طول في نص ملعب نادي الزمالك، عبد الشافي بالراسيه، صلاح امين يجيبها، صلاح بيوسع لنفسه، ماشي صلاح عايز يعدي، عدى صلاح من فتح الله، لكن لا والله بتاكلينج على طول يشيل فتح الله لخارج الملعب، تماس لمصلحه طلائع الجيش. ايمن حفني بيجيب الكره اللي جمعه مشهور عشان يلعب جمعه مشهور للطلائع، يلعب على طول، لكن عبد الشافي يقطع، يرجع في قلب الملعب، ياخدها ابراهيم صلاح قبل المحص لاحمد توفيق في الشمال لعيد عبد الملك، عيد بوش رجله الخارجي حلو يا ابني الفكره، لكن التغطيه على طول من اسلام جمال ويشيل، تعلى الكوره صلاح امين، استلام من ايمن حفني على طول، ايمن ماشي وسط الزحمه، يا سلام يا ايمن لاسلام جمال، اسلام كمال لسه على حدود منطقه زي الزمالك، وادي العرضيه لكن سهله في ايد احمد الشناوي. اهو بدانا نشوف هجمه هنا وهجمه هنا، بس الزمالك هجماته اخطر لان في مساحات لما بيلعب المرتده السريعه على دفاع الطلائع. ادي الشناوي هيبدا هجمه زملكاويه بكره طويله في نص ملعب الطلائع، جمعه مشهور وجعفر بيعمل محاوله لكن لخارج الملعب، تمس لمصلحه طلائع الجيش. الهدف رقم 40 اهو بيجيبه احمد حسن في مواجهات الفرقتين، اخر 3 لقاءات جمعت الفرقتين تعادل بين الفرقتين سواء بالسلب او الايجاب. الموسم الماضي طبعا اتقابلوا في لقاء وحيد في الدوري الغير مكتمل الموسم الماضي، دوري المذبحه او دوري مذبحه بورسعيد بقى، نقول اتقابلوا الفرقتين في الدور الاول، كان انتهى 1-1 2010 2011 انتهى اللقاءين برضو بالتعادل 2-2 و0-0. ادي جعفر العيد عبد الملك مرتده للزمالك، عيد جوه المنطقه، مين مقابل يا راجل؟ احمد حسن النهارده يا ابني بتعمل اللي انت عايزه، بيعمل كل حاجه، برجله موجود براسه موجود الراجل، لكن تعدي جنب القائم الشمال لعماد السيد لخارج الملعب ضربه مرمى. فرص بتضيع من نادي الزمالك، شوفوا حضراتكم عيد عبد الملك حاططها صح قوي، لكن احمد حسن مش معدول لها، عشان كده طلعت الكره خارج الملعب ضربه مرمى. تلت ساعه الزمالك على طول نقول بحتميه الوضع بقى او بوضعه كمتصدر للمجموعه، والفريق اللي ما عرفش طعم الهزائم لحد دلوقتي والمتصدر في النقاط والاهداف باقوى خط هجوم، هو اللي راكب اللقاء، فرصه اخطر، مسجل هدف، بيروح الطلائع والله لحد دلوقتي بنشوف اداء هجومي مش هيبين الموقف، بيضغطوا على الزمالك بطول الملعب، لكن لحد دلوقتي لسه ايمن حفني ما اشتغلش. ادي اللي بقول عليه المرتده السريعه للزمالك، عيد عبد الملك يا سلام يا ابني، عكس الملعب حلوه عند حازم وعماد السيد، ترجع يشيل عماد المحص على طول، يطول واحده في نص الملعب، اوعى حفني، استلم ايمن حفني يحط واحده على الارض، واحده عند قطاوي اللي راجع يستلم ويلعبها، لكن الصباح يصفر، هنشوف ضربه حره ولا ايه؟ فعلا هو الصباحي مصفر، مش عارفين مين اللي وقع على الارض، هل هو قطاوي ولا هو احمد قطاوي، والصباحي بيدي الاذن على طول للجهاز الطبي الفريق طلع الجيش عشان ينزل، وايمن حفني والحوار مع احمد سمير كابتن فريق نادي الزمالك النهارده. ادي الاعاده للعبه تاني، هنا قطاوي سند لنفسه ووسع، وصلاح سليمان كان مكمل معاه، واحمد وحازم امام، وعملوا بقى الراجل خدوه كده ساندوتش في النص وتبقى ضربه حره، اي التسديده يشيلها عماد السيد. وادي الاخطاء قدامنا، 6 على 6 على الجيش، 5 على الزمالك. وادي بقى المقصوره الاماميه في ملعب الكليه الحربيه، والاعلاميين بيحضروا بيتابعوا اللقاء، قطاوي طالع مع الجهاز الطبي. ادي الكره بتاعت ايهاب المحص، واعاده لبعض الالعاب كده كان للطلائع برضه، يمكن فاول مشابه ده برضه يورينا ازاي فييرا محفظ لعيبه الزمالك الضغط باتنين لعيبه، وكان فيها كارت اصفر ما شفناهاش، يمكن بنشوفها هي الكارت الاصفر اللي اشهره الصباحي. يا ريت بقى عماد يوسف رئيس اعداد رئيس تحرير وملعب الاهلي وفريق اعدادنا النشيط محمود سعيد وكريم ابو حسين يعرفوا لنا مين اللي خد الانذار من الزمالك. ادي الكره الطوليه على طول توصل عند اسلام جمال اللي تطول منه والخارج الملعب، تماس لمصلحه نادي الزمالك. لسه التماس الزملكاوي، لقاء هادي، وادي الجهاز الفني والاداري لطلائع الجيش، تماس لمصلحه نادي الزمالك. هيلعبها عبد الشافي، علم جعفر عايز يطول لاحمد حسن، لكن يراه هاني سيد بخبره، هاني يسلم على طول في القلب، واحده
ماشي بيها اسلام جمال، عايز يعدي اسلام كمال، لسه ماشي بعرض الملعب، بيشوف هيحط لمين، بيطول لصلاح امين، لكن ماريا من صلاح سليمان على طول اهو. كريم ابو حسين بيقول لي الانذار لصلاح سليمان لاعب نادي الزمالك. انذار ما شفناهوش بس غير مع الاعاده اللعبه اللي فاتت اللي صباحي اشهر الانذار. حازم امام ماشي بعرض الملعب، يسلم واحده لاحمد توفيق، لعيد عبد الملك لتوفيق لعبد الشافي في الشمال، عبد الشافي على الارض الحازم، حلوه يا ابني. احمد توفيق تطول منه على طول، وهاني سيد يغطي من قلب دفاع الجيش، لسه هاني يسلم واحده عند اسلام كمال، كمال يطولها في نص الملعب لكن تروح سهله لعبد الشافي على صدره. عبد الشافي العيد عبد الملك يرجع بيها عيد في نص ملعب الزمالك. فتح الله على الارض لابراهيم صلاح، ابراهيم لفتح الله لابراهيم تاني لاحمد توفيق، نقلات زملكاويه وسيطره واستحواذ زملكاوي. الفوز بيجيب فوز والمكسب بيجيب مكسب. يمكن انتصارات متتاليه للزمالك ما شفناهاش من موسم 2002 2003، يعني من 10 سنين ما شفناش النتائج دي لنادي الزمالك. ادي محمد الحنفي يطول واحده لصلاح امين في قلب دفاع الزمالك، لكن هنا الرايه والصفاره، تسلل على صلاح امين. ادي احمد حلمي مساعد الحكم الاول اللي اشار برايه التسلل. احمد توفيق يحط لابراهيم صلاح رمانه ميزان نادي الزمالك في الشمال على طول، يسلم لعبد الشافي، عبد الشافي فتح الله، فتح الله يرجع بيها تاني، لسه ماشي محمود فتح الله، يطول عيد عبد الملك بكعب رجله عايز يحطها لعبد الشافي، لكن انت خارج الملعب تمس مصلحه طلائع الجيش. ادي عبد الشافي وادي اسلام كمال وادي عيد عبد الملك. عماد يوسف على طول بقى بيتابعنا بلقاءات كأس الأمم الأفريقية للشباب مؤهلة لكأس العالم، غانا وبنين. تقدم خلاص كان لغانا بهدف، باقي دقيقة أو حاجة خلاص على نهاية اللقاء، يعني غانا متقدمة، مصر كسبت غانا، بنين كانت متعادلة مع الجزائر، وعندنا لقاء مهم إن شاء الله النهارده يمكن على الساعة كمان ساعة بإذن الله مع الجزائر. أتمنى التوفيق لمنتخبنا الأول والثاني من كل مجموعة، هيطلع 4 فرق مباشرة لكأس العالم إن شاء الله. اتمنى التوفيق النهارده لمنتخبنا، لو حقق الفوز الثاني يبقى صعد خلاص. نرجع لقائنا هنا بالكليه الحربيه، الزمالك متقدم على الطلائع بهدف لاحمد حسن في الدقيقه 16، وادي ايمن حفني عايز يعدي لكن التشتيت من دفاع الزمالك بكره طويله لسه ما خرجتش الكره في الملعب. راجع ايهاب المحص، موه كويس قوي المحص قبل احمد حسن، يا سلام ماشي المحص، لكن هنا طول فيها، خدها احمد حسن من ايد عبد الملك، حط العيد مين جوه المنطقه، عيد يلعبها وتعلى فين عماد السيد، لسه ترجع تاني واحمد حسن يلعبها باكورد سهله تروح في ايد عماد السيد. هنا الكرات دي بتعلى، لازم عماد السيد يطلع عشان يريح خط ظهره، لان هي بتسقط كره سهله لمهاجمي الزمالك زي ما جه الهدف، عشان كده لازم الجون يطلع ويمسك. جمعه مشهور على ارض صلاح امين، قصيره ما يلحقهاش اسلام كمال، تتشتت على طول في قلب ملعب الطلائع. اسلام جمال المره دي يلعب للحنفي، تقف تحت رجله ياخدها جعفر لابراهيم لاحمد توفيق، في اليمين لاحمد سمير لتوفيق، طوليه لاحمد حسن، احمد حسن لكن ياخد ضربه حره. هنا اسلام جمال مكمل معاه في كل حته، في اسلام جمال في الطلائع اهو، اسلام جمال 5 ده واسلام كمال 7. والله لو طلعت كابتن عجوزه ده، والله لو طلعت. ادي الاعاده للعبه، لسه كان في لعيب، ده اسلام جمال كان واقع، قام سليمه الحمد لله. ما احمد حسن في كل مكان، خبره بتفرق برضه لاحمد حسن. حازم امام مستلم، لسه حازم على حدود منطقه جزاء الطلائع، يا سلام يا ابني على الباص لاحمد سمير، سند كويس سمير وعماد السيد على مرتين، لسه احمد حسن. شوفوا حضراتكم يا سلام يا احمد يا حسن، في كل كره ما بيفقدش الامل ورايح مع عماد السيد، لكن يخبط في عماد ويقع ويمسك ركبته. قطم كويس بالكره احمد سمير لجوه وعلى شماله حطها، عايز يحطها لعماد السيد في الضيقه، لكن عماد يمسكها على مرتين واحمد حسن كان مكمل. بصوا حضراتكم اهي، هي مش على عدلته الراجل بس حطها حلو، وعماد السيد جابها احلى، واحمد حسن من محاوله هنا هاني سيد بيحلق، لكن احمد حسن مكمل. شوفوا حضراتكم اهي في زاويه على طول، عماد السيد برد فعل كويس قوي يجيبها، واحمد حسن يكمل والتحامه يا احمد حسن. وادي فييرا، عندك لقاء صعب مع فيتا كلوب يا فيرا، لقاء العودة. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله. النادي الاهلي حقق مكسب طيب قوي وفوز على تذكر الكين 2-1، سهل المأمورية على النادي الاهلي بمشيئة الرحمن هنا في لقاء العودة. اسماعيلي فاز ايضا 2-0.
امبي عمل نتيجه تقيله على جرماه يكيني ان شاء الله، ولقاء العوده يبقى سهل اكتر واكتر على امبي. الشناوي يمسك الكرة حارس مرمى نادي الزمالك، ونرجع للقائنا مرة تانية، ويبدأ هجمة زملكاوية بكرة طويلة في نص الملعب، ترجع على طول من دفاع الطلائع على صدره فتح الله، يستلم ويرد، جمعة مشهور تعدي، هنا هاني سيد مع جعفر، أحمد جعفر بيستلم، جعفر عايز يروح بيها، راح جعفر ومعاه يمكن إسلام جمال، دفعة واضحة جدا، ومحمد الصباحي يحسب ضربة حرة لمصلحة أحمد جعفر ونادي الزمالك. نقدر نقول كده من اللي بيتابع معانا اللقاء من بدايته، الزمالك بيلعب بأقل مجهود لحد دلوقتي، اللعيبه بتلاقي بعض بسهوله بعد ما كان الطلايع مقفل كويس قوي اول 10 دقايق لحد الهدف في الدقيقه 16 نحس الجيش كده بدا يفتح صوفه شويه، والزمالك لعبته بالخبره الكبيره طبعا بدات تلعب السهل الممتنع زي ما بنقول، عشان كده بتوصل للمرمى بسهوله. ادي العرضيه تتلعب، تشتيت من دفاع طلائع الجيش، جمعه مشهور يرد، المحص عايز يعدي بيها، المحص ابراهيم صلاح يجيبها لنادي الزمالك، استلام ياخدها عبد الشافي على طول، عبد الشافي يرجع بيها من نص الملعب للشناوي، لسه الشناوي يسلم على طول لابراهيم، ابراهيم صلاح لسه ماشي ابراهيم بيه على الارض، يحط على طول لاحمد توفيق، يرجع لابراهيم صلاح، لاحمد توفيق، توفيق يشوف هيسلم لمين، واحده طوليه على طول هنا عند احمد حسن اللي صايت يستلم في نص الملعب، احمد حسن يحطها في قلب الملعب، حلوه لعيد عبد الملك، عيد في الشمال يسلم لعبد الشافي، عبد الشافي لعيد يقف بيها عيد ويرجع لفتح الله، فتح الله لعبد الشافي، جمعه مشهور بالخبره يخطف على طول، صلاح امين ولا اسلام جمال، ده اسلام جمال هو اللي كان مكمل، يخطف فتح الله لعبد الشافي طوليه، لكن هنا يا سلام يا هاني يا سيد بعقل قوي من قلب دفاع الطلائع يقطع ويحط على الارض الجمعه مشهور، جمعه يحط هنا ايمن حفني بوش رجله الخارجي على طول للمحص في الشمال، يفتح واحده عند احمد عبد العزيز، عبد العزيز يستلم، احمد عبد العزيز يستلم لنفسه ماشي للحنفي، محمد الحنفي على الارض الايمن حفني، حفني عايز يعدي، حفني يرجع تاني، لسه حفني معاه الكوره عايز يعديها كده لكن ياخد هاند بول على طول لمصلحه طلائع الجيش. ادي اهو حفني كان طلعت محرم بقى، كان ضمن صفوف الطلائع اللي دلوقتي محترف في الدوري العراقي، وادي هنا لمسه اليد على ابراهيم صلاح، كان بيمتاز بالتسديد للضربات الثابته لطلائع الجيش، طلعت محرم. ادي الشناوي بيوقف الحيطه، والصباحي بيشاور لعيبه الطلائع على الصفاره وبيرجع الحيطه المسافه القانونيه. ادي الشناوي المعار لنادي الزمالك لسه اهو بيوقف الحيطه الراجل، فتح الله وجعفر واحمد سمير وابراهيم صلاح وعيد عبد الملك واقفين في الحيطه، هو اللي بيحدد كام لاعب في الحيطه هو الحارس، لان دي بتقفل الزاويه لان هو بياخد الزاويه العكسيه. لسه على التسديد مش شايفين بقى مين، صلاح امين ولا مين، هنشوف، هو صلاح امين لوحده وقريب منه المحص، والضربه الحره المباشره لمصلحه طلائع الجيش، هل صلاح يقدر يعملها؟ هنشوف. لسه صلاح امين وصفاره الصباحي والتسديد، وصلاح امين تعدي لخارج الملعب وتبقى ضربه مرمى لمصلحه نادي الزمالك. ادي الحنفي قدامنا، محمد الحنفي لاعب الارتكاز لطلائع الجيش، وادي احمد الشناوي يلعب ضربه المرمى من تسديده صلاح امين اللي خرجت لخارج الملعب عشان تبقى ضربه مرمى لنادي الزمالك. الشناوي يلعب ضربه المرمى طويله في نص ملعب الطلائع عند جعفر، بس تعدي ويرجع جعفر ويجيبها قبل هاني سيد ويشيل على طول اسلام جمال في نص ملعب الزمالك، فتح الله يرد لخارج الملعب، تبقى تماس لمصلحه طلائع الجيش. ادي كابتن عماد سليمان كان نجم من نجوم الدراويش ومنتخبنا القومي في الثمانينات، كابتن عماد سليمان. ايمن حفني يغمزها واحده في اتجاه اسلام جمال، لكن عبد الشافي يقطع ويطول لجعفر على طول يسلم لاحمد حسن، يا سلام يا ابني على الاستلام، وسع نفسه كويس قوي، ترجع تاني الكوره يجيبها اسلام جمال لطلائع الجيش، جابها احمد حسن تاني، جمعه مشهور واحمد حسن والخارج الملعب اتنين بقى عندهم من الخبرات الكتير، وفي النهايه جمعه مشهور ياخد تماس لمصلحه طلائع الجيش. جمعه يحط لمحمد الحنفي على الارض الايمن حفني، حفني يستلم وماشي على طول على الارض يسلمها هنا لاسلام جمال، اطول من لازم وتطول وخارج الملعب، ده جمعه مشهور هو اللي كان مكمل وتبقى تماس لمصلحه نادي الزمالك. ايمن حفني اول ظهور وبدايته في الدوري الممتاز كان مع فريق مصر المقاصه قبل ما يتنقل لطلائع الجيش من الموسم الماضي، لعيب مهاري ولما بيبقى فايق ايمن حفني ده بيحرك اي فريق. ضربه حره لطلائع الجيش،
المحص واحمد حسن. ادي ايهاب المحص قدامنا. ادي الضربه الحره، كورتين في ارضيه الملعب، جمعه مشهور على التنفيذ، وادي الاعاده للعبه، ادي الاخطاء، تعادل في الاخطاء 8 و8. تتلعب الكره حدود منطقه جزاء الزمالك، يخطف عبد الشافي لاحمد توفيق، ولسه الكره مع توفيق ونادي الزمالك يلعبها، يقطع جمعه مشهور بالخبره بيعدي، جمعه يا سلام يا ابني جمعه، والشناوي على طول قبل الساره والقناص صلاح امين يلحقها ويمسك على طول. ايه الشناوي، الكره اتلعبت حلوه من جمعه مشهور الفكره، بس الشناوي قاريها كويس وطالع ويمسك. ادي احمد الشناوي ينزل الكره كده ويطلع بيها خارج منطقه جزاء نادي الزمالك، يزيد ويزود لعيبه الزمالك في نص ملعب الطلائع. ادي الشناوي يلعبها طوليه عند جعفر ومعاها هاني سيد، تسقط على طول لحازم امام، يعني هي تسديده او الفكره تسديده من حازم امام تقلش، لكن جعفر يلحق. جعفر قرب الرايه الركنيه، استلام من جعفر ومحمد عبد العزيز، والضغط عليه على طول من قطاوي، والخارج الملعب تمس لمصلحه نادي الزمالك. حازم يرجع بيها لاحمد سمير لجعفر، ترجع الكره تاني، هنا بياخدها حازم، لسه الكره مع حازم امام يلعبها على القريب كده، لكن عماد السيد يطلع ويمسك، ما قراهاش جعفر، راحت سهله في ايد عماد السيد. عماد يلعب واحده طويله، عماد السيد في نص ملعب نادي الزمالك، صلاح امين، هنا الرايه من احمد حلمي. يا راجل ده الكوره يعني واصله لصلاح امين، واضح ان هي رايحه له، تبقى الرايه بدري شويه يا احمد يا حلمي. ادي الكوره ترجع، بصوا حضراتكم ادي اهي ملعوبه الكوره، والرايه يمكن من احمد حلمي. تمس نادي الزمالك، هيلعب احمد سمير في نص ملعب الزمالك، سمير، وادي فييرا، الكاميرا على طول بتجيب فييرا او الكادر معاه ان الراجل واقف في المنطقه الفنيه قلقان. اخر لقاء نادي الزمالك في الاسبوع السادس كان فاز 3-1 على الانتاج الحربي. الزمالك قلت لحضراتكم كان مريح الاسبوع السابع، وادي عماد سليمان المدير الفني بيفكر. ثالث جهاز فني لطلائع الجيش الموسم ده، كان بدايته مع كابتن فاروق جعفر ثم كابتن عبد الناصر محمد موجود ضمن الجهاز، والى ان تولى بقى كابتن عماد سليمان تدريب فريق الطلائع. تماس مره ثانيه لنادي الزمالك، وادي احمد جعفر على طول يلعبها تماس طولي، حازم امام خد الكره ودخل المنطقه، حازم يا سلام يا ابني، سند حازم امام براسيه حلوه، لكن هنا طولت منه واتزنقت صحيح الفكره، لكن عمل سبرنت وانطلاقه سريعه ويحطها لخارج الملعب ضربه مرمى. تماس طويل اشبه كده بكره يعني ملعوبه بالرجل مش بالايد من احمد جعفر، شوفوا حضراتكم هنا طولت من حازم هنا، فالزاويه اتقفلت عليه واتصعبت، بس خد القرار وسدد لانه ما كانش يقدر يقف انه جاي بسرعته. اي ضربه المرمى تتلعب على طول طويله، وصلاح سليمان يرد، ترجع تاني في نص ملعب الطلائع، هاني سيد، هاني على الارض يسلم للحنفي، محمد الحنفي يعكس الملعب عند جمعه مشهور، لكن الضغط الزملكاوي ياخدها احمد توفيق، يرجع تاني ويجيبها المحص، مضغوط على عبد الشافي من اسلام جمال، عبد الشافي ماشي، عبد الشافي سلم لعيد عبد الملك، عيد وقف بيها وتاخر، عيد اتاخر، هي على طول ورايا ابراهيم صلاح يلعبها، لكن لازم عيد عبد الملك يحط بصمته على اللعبه، جاب ضربه حره للزمالك على طول، فتح الله اهي، هنا رجع بيها تاني مره تانيه وكان مضغوط عليه، يعني لو لمسه ولعب على طول تفرق. ادي الكوره هجمه للزمالك، جعفر عايز يحطها لكن جمعه مشهور بلمسه يد وصفاره الصباحي، وضربه حره مباشره لمصلحه نادي الزمالك. ادي محمد الصباحي تاني لقاءاته الموسم ده الصباحي. المحص والحنفي بيقفوا بقى للحيطه اللي طلائع الجيش ومعاهم جمعه مشهور، عماد السيد بيوقفهم عشان الكرة يمكن من مسافه حوالي 30 35 يارده، بس متطوحه شويه ناحيه اليمين. احمد حسن هيسقطها، صعب تتشاط من هنا، يسقطها فعلا ولكن تروح سهله في ايد عماد السيد. عماد هنا لو عماد السيد ينقل هجمه سريعه تفرق مع الطلائع، لكن هنا خلاص فرقه الزمالك رجعت. ادي عماد يلعب واحده طويله عند صلاح امين وصلاح سليمان، لكن سليمان يشيل بالراسيه على صدره، استلام للحنفي لطلائع الجيش، في الشمال يحط لاحمد عبد العزيز، عبد العزيز بيستلم يرجع بيها لهاني سيد، هاني يسلم لعماد السيد، ودي النتيجه قدامنا، الزمالك متقدم بهدف لاحمد حسن في الدقيقه 16. تطب الكوره وياخدها على طول اسلام جمال، ويبدا هجمه لطلائع الجيش، صلاح امين وفتح الله بيغطي، فتح الله لكن بعقل قوي، يا سلام فتح الله كده الراجل من غير فزلكه،
ضغط عليه صلاح امين، ما حبش الراجل يتمنظر، شالها لخارج الملعب تماسك الجيش. على طول اسلام جمال يلعب للمحص لجمعه مشهور، بيحطها للمحص تاني لكن فتح الله يشتت. ترجع الكره عند احمد حسن، انشط لاعبي الزمالك لحد دلوقتي اتلعبت. شوفوا حضراتكم هنا عيد عبد الملك بيتاخر، هنا احمد حسن حطها، لو ال1 2 كانت تفرق كتير وكانت تبقى هجمه مرتده سريعه واحمد حسن يروح في انفراد لعماد السيد، لكن عيد عبد الملك بيأخر اللعب بان هو لازم الراجل هو اللي يعدي. ترجع الكره تاني حازم امام، حازم في قلب الملعب لسه ماشي، حازم بيلعب لوحده، حازم ماشي، حازم ايه، حازم مشيت وراح، حازم وعماد، يا راجل يا راجل، هو ده الفرق بقى. مارادونا عمل المشوار ده حازم وراح وحطها، هنا حازم عمل كل حاجه في الكوره من الاخر، خد لعيبه الجيش على طول كلها من نص الملعب، قطع من الشمال لليمين، وبص حضراتكم عمل اللي هو عايزه. هنا ضرب 3 لعيبه في لعبه واحده، الله عليك يا ابني، بس فين شمالك بقى الفينش، فين شمالك يا حازم، شاطها وتقلش والخارج الملعب تخرج على طول اهي. شوفوا حضراتكم عمل كل حاجه الراجل. هنا الفرق لو تفتكروا مارادونا، بس طبعا صعب نقارن، مارادونا عملها وراح فنش وحطها، هنا حازم على شماله عشان كده توقف. هجمه للطلائع، ايمن حفني داخل المنطقه، حفني حط القطاوي، لسه الكوره رايح فين يا راجل، ابراهيم صلاح يشيل على طول، ياخدها احمد سمير يرد واحده على طول طوليه للزمالك، جعفر المره دي يعني السيد يقطع لمحمد الحنفي، اللقاء حلاوه، الجيش بدا اهو يروح، بدا ينقل اللعب بالكره بسرعه، عشان كده بدا يوصل لمرمى الزمالك. ادي الحنفي على طول على الارض للمحص، يرجع لجمعه، لعيبه الجيش بتحاول تسحب لعيبه الزمالك، واحده طوليه في القلب عند قطاوي واحمد سمير، لكن سمير يقطع، واحده لعبد الشافي، عبد الشافي يشيل، واحده طويله عند احمد حسن واسلام جمال، وتبقى ضربه حره لمصلحه نادي الزمالك. انشط لاعبي نادي الزمالك النهارده هو احمد حسن، واكبر لاعب في الملعب، لكن بيتحرك كويس قوي، تحركات عرضيه، مساعد احمد جعفر حقيقي، بيخلق له مساحات. احمد توفيق يزنق عبد الشافي، لكن عبد الشافي بالخبره بيحاول يعدي، تتخطف، ياخدها على طول صلاح امين، تتلعب الكوره، ايمن حفني سقط لصلاح، لكن يا سلام عليك يا صلاح يا سليمان، يغطي، ترجع تاني لايمن حفني عايز يعدي، تقف تحت رجله، وعدى من عبد الشافي وخد ضربه حره، ملوش حل الولد ده، 1 على 1 ايمن حفني مش هتعرف توقفه، وفعلا عبد الشافي يعمل ضربه حره على ايمن حفني. طريقه لعبه لو تفتكروا حضراتكم كده، كان نجم الزمالك في الثمانينات حماده عبد اللطيف كان بنفس الاسلوب كده، بيلعب كده الراجل ده 1 على 1 ونفس جسم ايمن حفني شويه. جمعه مشهور واحمد حلمي بيرجع الحيطه، و40 دقيقه من عمر الشوط الاول واللقاء، والزمالك متقدم على الطلائع، بس نشعر ان الطلائع ممكن يتعادل في اي لحظه لحد دلوقتي. ادي جمعه يلعبها وتشتيت من صلاح سليمان على حدود المنطقه، احمد حسن يرد، واحده طوليه لحازم امام سريع، لكن على طول بعقل قوي محمد الحنفي يقطع على طول لاحمد عبد العزيز بيبدا هجمه للطلائع، ياخدها المره دي المحص على الارض لصلاح امين، صلاح عايز يروح بيها، عايز يروح، لكن هنا عبد الشافي يقطع على طول يرد. شوفوا حضراتكم فرق نقل الهجمه بسرعه لاحمد حسن، مرتده للزمالك، حسن والحفني، لكن ياخدها الحفني على طول طلع الجيش. لو الجيش ينهي الهجمه بسرعه كده هيقدر يستغل المساحه اللي بتبقى ورا طرفين بتوع نادي الزمالك. جمعه مشهور وابراهيم صلاح يقطع، لكن ايمن حفني يجيبها، لسه حفني ماشي، بدا يفوق الراجل اهو، يحط واحده طوليه وصلاح سليمان يقطع، ترجع الجيش بقى خطر، اسلام جمال راح يا راجل، رايح على عدل صلاح سليمان وياخدها صلاح سليمان، صلاح ماشي، صلاح سخن هو كمان، صلاح سليمان على الارض يسلم واحده لعيد عبد الملك، بالفزلكه بيلعب عيد، لكن مقطوعه للطلائع، اللعب حلو واللقاء سخن. ادي هو ايمن حفني، هجمه للطلائع، لسه عايز يعدي ايمن، ماشي ايمن ومعاه ابراهيم صلاح بالخبره بيوقف قدامه، ايمن على طول على الارض، تروح لاسلام جمال، لايمن حفني بيوسع لنفسه وماشيه الكره، واحمد توفيق ما فيهاش حاجه، احمد حلمي ما حسبش حاجه، على طول عيد عبد الملك، عيد ينقل لاحمد حسن لتوفيق، لو بص الحازم فعلا يا سلام يا ابني، حطها في المساحه لحازم امام، حازم وهاني سيد، حازم على البعيده، لكن يا سلام يا احمد يا عبد العزيز على التغطيه، يلعبها وترجع الكره والخارج الملعب، وتبقى ضربه ركنيه لمصلحه نادي الزمالك. شوفوا حضراتكم اللقاء في لعب حلو، قلت لحضراتكم 15 مباراه جمعت الفرقتين منذ صعود الطلائع في موسم 2004 بهدف احمد حسن، النهارده جه فيها 40 هدف. يعني شوفوا حضراتكم كل لقاءات الفرقتين يمكن ما فيش غير لقاء واحد فقط من او لقاءين يمكن من 15 لقاء هم اللي انتهوا بتعادل سلبي.
لا لما نرجع هو لقاء واحد فقط، ده كان الدور الثاني موسم 2010 2011 اللي انتهى بدون اهداف تماما. بقيه اللقاءات كلها على الاقل حتى لو الجيش فاز بهدف على الزمالك او العكس، لكن اقل حاجه او اضعف الايمان فيها هدف. ادي ركنيه الحازم على طول يلعبها داخل المنطقه، وادي الراسيه من فتح الله. مين على حدود المنطقه؟ ما تلاقيش غير ايمن حفني ماشي مرتده، فاتح له قطاوي، حط القطاوي في المساحه مرتده، لو فتح عينه قطاوي وقف فيها قطاوي يا راجل. وابراهيم صلاح، وصح قوي يا محمد يا صباحي، صح يا ابني سيميوليشن، ويدي انذار لقطاوي. قريب الصباحي فعلا ابراهيم صلاح كان بعيد عن اللعبه، لكن فيها الخداع، وهنا يحتسب على طول ضربه حره وانذار لمصلحه نادي الزمالك. ملهاش لازمه قطاوي هنا. بصوا حضرتك يا راجل لسه ما عندوش بقى الخبره يعني، ده وقع وساب الكره وجري بعد كده، يعني هي الكره بعيد عن الراجل، بعدت عنه مسافه متر، وقع لوحده تماما. ابراهيم صلاح حتى بيقول له انا ما جيتش جنبه. ادي الكره تتلعب، حازم امام في المساحه، لكن هاني سيد يقطع، ترجع المحص على طول يحط لاحمد عبد العزيز. عبد العزيز في نص ملعب الطلاع يسلم تاني للمحص، ايهاب المحص يعكس الملعب حلو، ولكن عبد الشافي يقطع قبل اسلام كمال على الارض، تروح لجعفر. جعفر وفتح له عبد الشافي. جعفر اتاخر، لازم يسندها جعفر، خلاص اتاخر وخد ضربه حره اسلام جمال. اتاخر فيها جعفر، لو سند لعبد الشافي وهو بيجري كانت تفرق. محمد الحنفي يحط، شوفوا حضراتكم بقى لما في مساحات وفي لعيبه مهاريه، وخاصه ان الجيش برضو عندها حفني، ونادي الزمالك عنده اكتر من لاعب بيستغل المساحات دي، بدانا نشوف كره حلوه في اخر 5 دقايق. ادي الحنفي يرجع اسلام جمال للمحص، الجمال تاني للمحص في نص ملعب الطلاع، التحضير على طول في اليمين لجمعه. جمعه مشهور يطول جمعه، واحده عند مين ده؟ صلاح امين هو اللي مايل، صلاح ومعاه فتح الله، سندها صلاح لكن خد منها ضربه حره لمصلحه صلاح امين. لعيب خطر جدا جدا صلاح امين ده، ولو عدلته على المرمى هيعمل ازعاج لدفاع الزمالك. هنا فتح الله صح، ما عندوش حل محمود فتح الله، صح اشاره صح قوي من احمد حلمي. هنا صلاح بيشاور للصباح ان فيها انذار. خلاص داخلين على دقيقه 45، وهنشوف بقى اسامه العارف هيدينا كام دقيقه وقت بدل من ضاع، هي دقيقه واحده فعلا، مفيش وقت ضايع في الشوط الاولاني. هل يقدر الطلاع في الدقيقه دي يتعادل؟ هنشوف. ادي جمعه يلعبها والشناوي يشيل بالبوكس، تسقط للحنفي لكن خدها منه عيد عبد الملك، مرتده للزمالك. عيد لو لعب عيد على مره واحده وبسرعه، عيد حطها على طول للمنطلق. حازم يرجع بيها العيد تاني، يا راجل ياخدها محمد حنفي، ينقل في القلب على طول، واحده عند قطاوي ينقل قطاوي حفني دخل في الزحمه حفني، لكن يرجع بيها تاني ويروح على الطرف. ايمن حفني لسه حفني ماشي، يحط لاحمد عبد العزيز. ده اسلام جمال هو اللي المره دي اللي راح علشان يبدا الهجمه مع ايمن حفني. اسلام يرجع في القلب لايهاب المحص، التسديده من المحص خارج الملعب تبقى ضربه مرمى لمصلحه نادي الزمالك. ادي الصباحي بيبص في ساعته، عمل شوط طيب قوي محمد الصباحي، اتمنى له بقى الاستمراريه باذن الله، ونتمنى التوفيق لكل حكامنا الصاعدين. خلصت الدقيقه وهنبدا في الدقيقه الثانيه، او هنبدا في الدقيقه 47 بقى من عمر الشوط الاول واللقاء، اللي الزمالك متقدم بهدف لاحمد حسن من الدقيقه 16، ومع ضربه المرمى صفاره محمد الصباحي عشان تنهي احداث الشوط الاول بتقدم نادي الزمالك بهدف على طلائع الجيش. استراحه قصيره وننتقل بحضراتكم الى ملعب الاهلي والكابتن محمد الليثي، ولنا عوده مع حضراتكم مره اخرى بمشيئه الرحمن لمتابعه احداث الشوط الثاني. عشان الماتش ما يتهربش.